هل بتعاني من القلق المستمر مع رأي اللي حواليكي؟ في رأي الناس فيكي؟ دايما بتشوفي الناس بتشوفني ازاي؟ الناس بتفكر فيا ازاي؟ الناس حابة تتعامل معايا ازاي؟ هل دايما انت بتبقي قلقانة من الحتة دي؟ خليني اقول لك كلنا بنمر بلحظات تخلينا ان احنا نبقى قلقانين من رأي الناس فينا، وكلنا بيعدي علينا اوقات بنبقى عايزين ومنتظرين نشوف الناس هتقول لنا ايه، او هتشوفنا ازاي، او هتقول علينا ايه، او ممكن تتعامل معانا بشكل عامل ازاي. لكن خليني اقول لك ان في الحقيقة مش لازم تكوني دايما عندك هاجس القلق بتاع يا ترى الناس هتعمل معايا ايه، يا ترى الناس هتفكر فيا ازاي، يا ترى الناس رأيهم فيا ايه. وده لانك ببساطة انت مش منتظرة موافقة الاخرين عليكي. لازم انت في البداية تبداي ان انت تقدري نفسك، تبداي ان انت تحسي بالتقدير الداخلي والتقدير الذاتي لنفسك ومن جواكي. وده مش هيحصل غير لما تتعلمي ان انت تخلصي من القلق ده ومن قلق رأي الناس فيكي، وان انت تتعلمي ازاي تكوني واثقة في نفسك، واثقة في قراراتك، واثقة في رأيك، واثقة في الحاجات الداخلية اللي جواكي، واثقة في صوتك الداخلي. لو ما اتعلمتيش ان انت تعرفي تعملي ده هتحسي دايما بالقلق ناحية الناس في رأيهم فيكي. وعشان تبداي ان انت تعيشي حياتك بثقة، اشتركي دلوقتي في كورس ارفع من ثقتك بنفسك وتوكيدك لذاتك واستحقاقك. هتلاقي لينك الكورس موجود في الديسكريبشن تحت او موجود في البايو.